السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الكنتاكي في البيت بطريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود. معانا سكر وملح، سكر وملح، السكر والملح طبعا بيكونوا موجودين عندك في البيت، وخل. سكر وملح وخل. ومعانا 2 كيلو من الورك، 2 كيلو من الورك. طيب الطبق الاولاني دوت انا كنت مبوظه فيه الفتحات. يعني ازاي مبوظه فيه الفتحات؟ يعني انا مشققه الدبوس كله، مشققاه. هوريكي واحد دلوقتي وانا بعمله. بجيب البوز بتاع السكينه وبقعد ادبدب فيها، يعني بطعن فيها كلها علشان خاطر لما احط فيها الخلطه بتاعتي تبقى تخش فيها الخلطة وتبقى حلوة معايا وتدي طعم حلو ومختلف في الدبوس. طب انا ما بسيبش حتة فيها، ما ببوظهاش. لازم تبوظي، يعني تعمليها كلها، لازم تعمليها كلها، تبوظيها كلها. بقعد تقعدي تدبدبي فيها كلها كده لحد ما تخليش فيها حتة فاضية، عشان لما تحطي فيها الخلطة تبقى حلوة معاكي وتبقى الطعم كله واحد. انا ما بفتحهاش، لا بشققها كده. ما عندكي عندك خلة اسنان ممكن تعمليها عادي، عندك خلة اسنان ممكن تعمليها عادي عادي. فانا كده خلصت ال2 كيلو من الدبابيس. طب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هما بيكونوا مرحلتين، تمام. فانا هاخد الدبابيس بتاعتي، بجيب طبعا حلة فيها نص مية، الحلة دي فيها نص المية، بحط فيها الملح والسكر، اللي هي معلقة ملح ومعلقة سكر، معلقة ملح ومعلقة سكر، ومعلقتين او 3 من الخل، معلقتين او 3 من الخل. تمام تمام. بنزل فيها الدبابيس بتاعتي. ليه المرحلة دي بقى؟ المرحلة دي بتخلي الفراخ بتاعتي تطرى. السكر والملح والخل بتخلي الفراخ بتاعتي تطرى، يعني ما تاخدش مني سوا في النار. تمام. طب انا حطيتهم كلهم بالشكل دوت، هجيب معلقة وهقلبهم كويس جدا، اجيب معلقة واقلبهم كويس جدا. طيب المرحلة دي هتسيبيها قد ايه؟ بعد ما تقلبيها هسيبها، لو انت مستعجلة عليها هتبقى نص ساعة لساعة، لازم اسيبها من نص ساعة لساعة. طب الخطوة التانية، الخطوة التانية ديت بوريكي التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي توابل ايه؟ كركم، كاري، 7 بهارات، 7 بهارات، وبهارات فراخ، بهارات فراخ، وفلفل اسود، وملح، توم باودر، بصل باودر، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، واحدة من مرقة الدجاج، فلفل ابيض، فلفل ابيض، جنزبيل، جنزبيل، جنزبيل مطحون طبعا، وزعتر، زعتر ناشف، زعتر بيبقى حلو قوي في الفراخ، وكبابة صين، وكبابة صين. دول 14 مكون. دول كام توابل؟ 14 مكون. معانا طبعا بصلاية كبيرة، وعلبة زبادي، اي نوع علبة زبادي، وكوباية لبن بتاعة الشاي، كوباية لبن بتاعة الشاي. ومعايا ليمونتين، معايا ليمونتين. طيب هنيجي نعمل ايه؟ هناخد كل التحابيش دي وهنضربها في الشفشق بتاع الخلاط او الخلاط، يعني بلاش شفشق عشان اسم قديم قوي يعني. هنحط البصلايه، وهنحط كوبايه اللبن، وهنضيف علبه الزبادي، اي نوع علبة زبادي انت عايزاه متاح عندك في البيت، حتى لو علبة زبادي بلدي يعني. ليه بقى الزبادي؟ الزبادي دوت علشان يطريلي الفراخ، عشان يخلي الفراخ تكون طرية معايا. طيب المكونات دول كلهم هاخدهم هضربهم في الخلاط،
احطهم كلهم كده هضربهم في الخلاط. طب هو انا لازم في الكنتاكي احط كل المكونات دي؟ لا طبعا، مش لازم تحط كل المكونات دي. انا بشوف ناس كتير عامله نفس التوابل بتاعتي، بس ليه التوابل دي بقى انا بحطها متاحه عندي في البيت؟ عشان بتدي طعم حلو جدا جدا لل... للكنتاكي، بتدي طعم مختلف وحلو، احسن من اللي بنجيبه، احسن من اللي احنا بنجيبه من بره. طيب امال ايه بقى هو الاساس التوابل حضرتك؟ هحط هنا الليمونتين، هقطعهم واحطهم، هعصرهم طبعا، هشيل البذر مش هحطه كده يعني. تمام، هعصرهم. هنا بقى بعد ما ضربتهم كلهم في الخلاط، هروح عامله ايه؟ هاخد الفراخ اللي انا حطيتها من نص ساعه لساعه في التلاجة، هروح حاطه عليها الايه الخلطه. هي دي بعد صفيت الميه خالص، صفيت الميه خالص، لازم تصفي الميه. تمام، اروح حاطه عليها الخلطه بتاعتي. هنا مفيش ميه خالص، اروح حاطه بقى ايه الخلطه بتاعتي. هل بعد ما صفيت الميه هغسلهم؟ لا، بعد ما بصفي الميه ما بغسلش الفراخ يا جدعان، انا بس ما بصفيها ما بغسلش تاني الفراخ. تمام، حطيت عليها الخلطه وبتاكد كويس اللي انا ايه دخلت فيها كلها الخلطه اللي هي في الايه في الفواتح اللي انا عملتها. تمام، وده كان شكلها بعد ما حطيت الخلطة. كل عايزة يعني اوريكم ان كل الخلطة اتأكدت ان هي كلها دخلت في قلب في الدبوس. هغطيها واسيبها يوم كامل في التلاجة، هغطيها واسيبها يوم تاني في التلاجة لتاني يوم اهي. حطيتش حاجة تاني زيادة، هاخدها كده واحطها في التلاجة لتاني يوم. بتأكد ان انا حطيت الخلطة بس ما حطيتش حاجة تاني. تمام، حطها في التلاجة لليوم التاني. تعالي بقى للخطوة التانية، المرحلة التانية من عملية كنتاكي. ده نشا، ده ايه؟ ده نشا، ده ربع كيلو نشا حطيته على نص كيلو دقيق. ربع كيلو نشا حطيته على نص كيلو دقيق. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنعمل اساس بقى، حتة كده حلوة من الكيك شيف ده، كيس كيك شيف. الكيس ده يا حبايبي بنحطه في الكيكة. عايزة اقول لكم تحفة، بيخلي عندي الدبوس تحفة. فانيليا، ده فانيليا، دول كيسين من الفانيليا. احط برضو الكيسين من الفانيليا. الفانيليا بتدي كده ريحة حلوة جدا جدا جدا، وانتي بتنزلي الفراخ على النار كده بتدي ريحة وطعم جميل. طب حطيت الكيس كيك شفت كله؟ ده التوابل كلها هحطها كلها، هي نفس التوابل، هي نفس التوابل. ال 14 مكون اللي حطيناهم في الاول هنحطهم تاني في الخطوة التانية، هما مرحلتين بس. تمام، هما ال 14 مكون. طيب هو انا لازم احط ال 14 مكون كلهم؟ لا طبعا مش لازم. انا ما جربت لقيت قنوات كتير قوي حاطه نفس التوابل دي، بس انا عن جربته قبل كده تاني، فلقيت مش لازم ان انا احط كل المكونات دي. طبعا انا هقلب هنا كله كويس في بعضه. تمام، تمام. امال انا لازم اعمل ايه؟ لازم احط كام مكون؟ هم 4 بس. ايه هم؟ طيب هقولك عليهم دلوقتي. انا خلاص اهو قلبتهم كويس. هجيب ميه ساقعه متلجه من التلاجة في الطبق التاني دوت، ميه ساقعه متلجه في التلاجة. تمام، طلعت طبعا الفراخ عندي من التلاجة اللي هو تاني يوم. طب هنعمل ايه؟ هناخد اول دبوس، بسم الله ما شاء الله، انا عندي 2 كيلو. هقعد اقلبه كويس جدا 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 في قلب الطبق، اقعد انفض فيها واضرب فيها، ما سيبهاش، ما خليش حته فيها باينه اصلا من الدبوس او من الخلطه. لازم ادخل ايدي كويس جوه الجلد وبره. ليه؟ عشان تديني الشكل التعريجة الحلو اللي احنا بنجيبه من كنتاكي. اساس اصلا النجاح بتاع كنتاكي هي الحتة المهمة دي، مش التوابل ولا اي حاجة. اساس النجاح الكنتاكي حبايبي هي اللي انا احط ادرجها كويس جدا 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 في الدقيق، واحطها ثانية في المية. بصوا انا نزلتها هي في المية ثانية بس، ثانية هروح واخداها، شفتوا؟ هي ثانية واروح مطلعاها تاني في قلب طبق الدقيق،
واقعد برضو ادرجها كويس جدا جدا عشان تديني ايه بقى، شكل التعريجة بتاعة الكنتاكي، شكل التعريجة اللي احنا بنجيبه من بره. وطبعا آه 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 مش هيكلف معاكي كتير، يعني هي مش هيكلف معاكي كتير زي بره. وحجم الدبوس، حجم الدبوس اللي انت هتعمليه في البيت غير ما هتشتريه من بره. بصوا بسم الله ما شاء الله، حجم الدبوس ده هو اللي هينزل في الزيت، وهو اللي هيطلع. يعني بصوا ما شاء الله ما شاء الله، بصوا الحجم قد ايه. مش هتجيبي انت عشان تجيبي الدبوس ده من بره هيقف معاكي بقد ايه وهيكلف معاكي قد ايه. تمام. جبت صينيه او طبق عندك وحطيت عليه الدبوس. طبعا هوريكم واحده تانية انا بعملها ازاي. طب انت ما قلتلناش التوابل ايه الاساسيه بتاعت كنتاكي بدل ما احط كل الهري ده كله. طيب هتحطي فلفل ابيض مطحون، وهتحطي جنزبيل مطحون، فلفل ابيض مطحون وجنزبيل مطحون. طب دول اتنين بس. طيب هنحط ايه تاني؟ المكون الاساسي اللي هو الملح. طب الرابعة ايه؟ الكركم. ليه الكركم؟ عشان يديني اللون بتاع الكنتاكي. ادي 4 حاجات اهو. طب انا لازم بقى احط بابريكا وكوبيبه صيني وزعتر ومش عارفه ايه؟ لا طبعا مش لازم تعملي ده كله ولا تحطي ده كله. ال4 مكونات دول رخاص جدا من عند العطار. انا ما كانوش عندي متاح الصراحه، رحت جبت من عند العطار ب5 وب5 والله. يعني كل المكونات اللي عندك في البيت حطيها، انت عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها براحتك. بس هو ده اساسا الاساسي التوابل بتاع الكنتاكي عشان ما تطهيش في ده كله. جبت الزيت عندي، حله بقى زيت مليانه زيت غويطه، ولازم الزيت يكون ايه غويط. ونزلت بيهم بالكميه اللي انا عملتها. ادي حله هي فيها زيت، لازم اغطيها، لازم اغطيها. تمام. ادي شكلها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. هطلعهم في مصفى. ليه في مصفى بقى؟ عشان ما تطروش معايا، عشان ما يبقاش طري معايا. لازم تطلعيه في مصفى. لازم اطلعها في مصفى عشان ما تبقاش طريه معايا. لو حطيته على طبق ولا اي حاجه هتلاقي ببص الاقي كل اللي انا عملته ده كله باظ. لا، بصفي كويس جدا الزيت وبحطها في مصفى زي السمك كده عشان خاطر ما يبقاش كله على بعضه ويطرى معايا. شايفين حجم الدبوس؟ ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله، زي الفل زي الفل والله. بجيب بقى ايه كمية تانية اللي انا برضو عملتها واحطها. عايزه اوريكي ما شاء الله. شوف شايفين شكل الدبوس اصلا وانا بحطه بعد ما طلعته؟ شايفين ما شاء الله الله اكبر. اغطيه او اوربه؟ اغطيه افضل لمدة ربع ساعة. لمدة ربع ساعة بجيب حلة على النار وبعمل فيها الرز بتاعي. اجيب بقى حلة حطيت فيها كده معلقة سمنة. مش لازم اعمل يعني رز بسمتي، مش شرط اي رز متاح عندك. ده رز بلدي كان عندي في البيت، وحطيت كده ندعة من الزيت عشان يلمع لي الرز بس. تمام. مش لازم يعني يكون رز بسمتي واحط رز بسمتي والكلام دوت. لا، انت عندك متاح وعيالك بيحبوه اعملي. عندي كوبايه واحده من الرز، كوبايه واحده من الرز انا نقيته بس ما غسلتوش. ليه ما غسلتوش؟ عشان يطلع مفلفل معايا كركم وكاري، معلقه كركم معلقه كاري. تمام. بتاعت الشاي كده، معلقه بتاعت الشاي. مش لازم احط كميه كبيره عشان يطلع اصفر. هيطلع اصفر والله ويطلع زي الفل وكل حاجه. تمام. تمام. طب انتي دلوقتي هتعملي الرز البلدي بتاع البيت عادي، هياخد معاكي وقت؟ لا. طب الرز البسمتي لو انتي هتحطي كوبايتين، هتعملي مثلا كوبايتين رز من البسمتي، هتحطي 4 كوبايات من المية. تمام. طب سهلي لنا العملية شوية، لو هتحطي كوباية رز هتحطي كوبايتين مية. طبعا اديتهم هنا التقليبة بتاعتهم. اروح جايبه ايه بقى؟ هجيب واحدة من مرقة الدجاج. انت عايزة تحطيها براحتك، مش عايزة تحطيها براحتك، بس انا بحبها ليه؟ عشان بتدي كده طعم حلو للرز. وحطيت كوبايتين مية، حطيت كوباية المية على قدهم وهقلبها. انا بحط مرقة الدجاج ديت عشان بتسكر لي الرز وبتخليه حلو كده وجميل. تمام. وطبعا بحط الملح، يعني الملح طبعا شيء اساسي ما بننساهوش. طبعا الملح شيء اساسي في الرز.
او في اي حاجة احنا بنعملها. ادي هو معلقة من الملح. تمام. طب يبقى نقول تاني، الرز البسمتي كوباية من الرز على كوبايتين مية، على كوبايتين مية. هنا هديهم التقليبة بتاعتهم وهغطيها واسيبه مع نفسه. ادي بقى الشكل الاخير الجميل بتاعنا التحفة. عملت رز، وادي الشكل اهو الفراخ، وعملت بطاطس قليتها وكاتشب. عملت بطاطس قليتها، تحفة تحفة تحفة. المنظر تحفة ومقرمش وجميل، جميل جدا. شايفين ما شاء الله، الله اكبر، مستوية وحلوة ازاي، ما فيهاش دم ولا اي حاجة. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير على قد التعب ده كله، وربنا يحسن ما بين ايديكم ويصلح حالكم وحالنا يا رب. والسلام عليكم.